من قلب مطار العيون المحتلة، يعني احتج وأتحداهم بشكل يعني صريح وعلني، وأقولها علانية جهارا نهارا على أنني ضد الاحتلال المغربي، وأطالب بجلاء الاحتلال وباستقلال الدولة الصحراوية حرة المستقبل. هنا أمينة حيدر كانت جات من إسبانيا للمغرب، وأثناء ملء الاستمارة ديال الدخول فعاود ما دير المملكة المغربية دارت الصحراء الغربية، يعني هي جات للصحراء الغربية المحتلة. السلطات المغربية شدات ديك الاستمارة، ما عجبهمش الحال، رفضوا لها الاستمارة وشدوا لها الباسبور ديالها وعيطوا للسلطات المغربية باش تدخل، وهنا هي ما عجبهاش الحال ودارت لهم فوضى في المطار. رجال الأمن الإسباني رفقة القاضي، وهو أنهم حاولوا إرغامي على التخلي عن الإضراب وإيداعي في المصحة الطبية أو في المستشفى، وهذا طبعا خارج عن إرادة. أمينة حيدر كانت ورقة كتستعملها المخابرات الجزائرية ضد المغرب، كانوا كيستضيفوها في قنوات عالمية باش تدلي بهضرة ضد المغرب وتناشد باستقلال جمهورية العجاج. هادشي كامل ما بقاش، لأن المخابرات الجزائرية استغنات عليها، ما بقاش كتخلصها، وحتى الدار اللي كانت ساكنة في إسبانيا كانت تخلصها لها المخابرات الجزائرية، إذا ما بقى كيوصلها حتى شي ريال، وكان مفروض عليها أنها تخرج من الدار لأن الكرا ما كانش يتخلص، ومفروض عليها أنها لا بغات تخلص الكرا تخرج تخدم بحال سائر المواطنين اللي عايشين في إسبانيا، يخرجوا يخدموا باش يخلصوا الفواتير ديالهم ويخلصوا الكرا ويلقاو ما ياكلوا. هي ملي تدهورات الصحة ديالها ما قادة لا تخدم ولا تخرج القنوات اللي كانوا تيعيطوا ليها، المخابرات الجزائريه مابقاش كتصيفط لها الفلوس، اذا اصبحت ورقه محروقه. وهنا ولات كتطلب سماحه من المغرب، لان السلطات الاسبانيه امرتها بالرحيل من اسبانيا، يعني ما جددتش لها الوراق، ما بقاوش عندها الوراق ديال الاقامه، قالوا لها جمعي حوايجك والله يعاون العونات، سواء غنردوك للمغرب ولا غنردوك لجمهوريه العجاج بتيندوف. وهنا الحقيقه اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الجزائريين هو ان الصحراء الغربيه حاليا فين كاينه تيندوف، لان الصحراء المغربيه العيون والداخله وكاع دوك المدن اللي تيهضروا عليها راه ما كاينينش في الخريطه ديالكم، النظام ديالكم لصق عليكم في ريوسكم. الصحراء المغربيه بوحدها وجمهوريه العجاج تيندوفيه الغربيه، الصحراء اللي كتهضروا عليها راه كاينه في تيندوف. اذا السلطات الاسبانيه خيراتها ما بين تمشي للمغرب او تمشي لجمهوريه العجاج في تيندوف، وهي طبيعه الحال رافضه انها تعيش في تيندوف، رافضه انها تعيش مع دوك الصحراويين الجزائريين الموريتانيين والماليين والمخلطين اللي فيهم واحد النسبه قليله ديال المغاربه مشدودين صحه ماشي جالسين بخاطرهم، لانكم حلوا الباب دوك المغاربه كاملين كانوا غير يرجعوا للمغرب، هما محبوسين تما، مغاربه محبوسين تما وما عندهمش الحق يخرجوا، جالسين بز منهم، يعني السجن ديال تيندوف. واخر واحد ندم لانه مشى تما هو راضي الليلي، راه دابا ولا كيطلب وتيعيط للمخابرات الجزائريه صيفطوا لي تليفونات، وتا هو راه ولا عبء عليهم، ورقه محروقه، واحد النهار غتسمعوه تا هو ما بقاش خدام وما بقيناش غادي نشوفوه، ما بقاش غادي ينبح. بحال هاد السيده حتى هي ما بقيناش غنشوفوها، غتنبح مره اخرى في القنوات وفي الاعلام وفي البرامج اللي كيستضيفوها، لان الجزائر تخلات عليها نهائيا. دابا عندها خيارين كما كدير هي بصبعها، عندها خيارين، يا اما غتمشي جمهوريه العجاج بتيندوف ولا غترجع للمغرب. باش ترجع للمغرب خاص المغرب يسامح لها، دابا هي كتطلب السماحه باش تجي، ولحد الان باقي المغرب ما جاوبهاش، يعني الوقت كينتهي، الوقت اللي عطاتها اسبانيا مهله ديال بعد بضعه ايام تجمع باليسا وتشد طيارتها، يا تمشي لتيندوف يا تمشي للمغرب. في حاله اذا المغرب رفض انه يدخلها للبلاد لانها ممنوعه من الدخول،
فهي غتمشي لجمهورية العجاج وغتجلس حدا راضي الليلي وغيسرحوا شي معيزات وبقى يديروا شي لايفات في التيك توك كبسوا كبسوا كبسوا. تحياتي.